وهي المشكلة في الحقيقة في الأمة الإسلامية هو مشكلة التفرق، وتفرق الأمة صار داء في المجتمع الإسلامي وكيان الأمة كلها. ودواء هذا التفرق هو اجتماع الأمة والعلماء والحوار والمناقشة ويعني فهم الآخر من القريب. يعني ليس لنا طريق إلا تفهم الآخرين والحوار معهم، وهذا إن شاء الله سيساعد الأمة خصوصا الأكراد في هذه الأزمات التي وقعت الأمة الإسلامية فيها، وصاروا أمة الوحدة الأمة التفرقة. الآن الحمد لله هذه المؤتمرات يساعد الأمة على تجمعه، وأيضا الإبعاد الأمة من العنف والنقمة، وإرشادهم إلى الرفق والرحمة، ومن الغلو والانحلال إلى الوسطية والاعتدال. هذا يساعدها، والحمد لله استمرار هذه الجلسات وهذه المؤتمرات إن شاء الله شيء لازم وضروري لحقيقة وصول الأمة إلى الوحدة وإلى الاعتدال والوسطية، وهذا أمر ضروري إن شاء الله. سندعو من الله أن يستمر هذا إن شاء الله. تحمل الآخرين هو المشكلة، يعني وجود الجماعات الإسلامية ضروري، ولا يمكن أن نصور أن يوجد جماعة واحدة في أقصى نقاط البلاد الإسلامية، لأن كل بلد له ثقافته الخاصة، ولكن وجود ثقافة التعايش والتسامح عنده وقبول الآخر هذا ضروري. يعني المشكلة ليس في وجود كيان يعني تعدد الأحزاب والحركات الإسلامية، أما نعم لهذه المشكلة، لأن كل جماعة يقع في بلد، وهذه يعني مشاكل في وجود الحدود وعدم وجود المؤتمرات في يعني بلاد المختلفة التي يوجد فيها الأكراد. ولكن هذه المؤتمرات لازم أن تقام في كل قسم من كردستان، إيران أو تركيا وعراق، وهذا يعني سيساعدهم على فهم الآخرين وعلى معرفتهم ومعرفة أفكارهم وثقافاتهم ومبادئهم الفكرية، ويساعدهم لتصحيح أخطائهم. يمكن أن يعرف كل جماعة لديها بعض المحاسن وبعض الأخطاء، وهذه المؤتمرات يساعدهم على تصحيح أخطائهم وتوسعة رؤيتهم وتوسيع ثقافتهم الفكرية والإسلامية، وهذا ضروري إن شاء الله بوجود هذه المؤتمرات وبوجود هذه الندوات إن شاء الله. وأيضا معرفة يعني أساس كل جماعة ما هو أساسه الفكري وبنيانه، وقراءة كتابات والتأليفات كل جماعة في بلدان مختلفة في كيان الأمة الإسلامية إن شاء الله.